متخيل ان ويل سميث كان مفلس تماما قبل ما يبقى نجم هوليوود؟ وده غير الصفعة الشهيرة في الأوسكار اللي قلبت السوشيال ميديا. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقى نجم الأكشن والكوميديا وأسرار محدش يعرف عنها حاجة. أنا حبيبة مصطفى وده برنامج أسرار مشاهير هوليوود. ويل سميث واحد من النجوم اللي عرفوا ازاي يخلوا الجمهور يضحك ويبكي في نفس الوقت، من اول ظهوره في ذا فريش برنس لحد ما خد الاوسكار عن فيلم كينج ريتشارد. بس ورا الكواليس في حكايات واسرار محدش يعرفها، وطبعا ما ننساش الصفعة اللي هزت العالم في حفل الاوسكار. في الحلقة دي هنتكلم عن حياته واسرار نجاحه وسبب الصفعة الشهيرة. ويل اتولد سنة 1968 في فيلادلفيا، وبدأ مشواره كمغني راب، وكان عنده فرقة اسمها دي جي جازي جيف اند ذا فرنش برنس، والفرقة دي كانت أول فرقة راب تاخد جايزة جرامي سنة 1989. بس المشكلة إن الفلوس اللي كسبها ضاعت كلها على الضرايب، ووصل لمرحلة إنه ما كانش عنده فلوس حتى يدفع إيجار بيته. لكن الفرصة جاتله لما المنتج كوينسي جونز عرض عليه دور في مسلسل ذا فرنش برنس اوف بيل اير، واللي حقق نجاح ساحق وخلاه واحد من أشهر الوجوه في أمريكا. بعد المسلسل قرر يدخل عالم السينما، وكانت أول خطوة كبيرة بفيلم باد بويز اللي كسر الدنيا، وبعدها اندبندنس داي اللي حقق أكتر من 800 مليون دولار في شباك التذاكر، وبقى رسميا نجم أكشن من الطراز الأول. ويل سميث كان عنده قدرة غريبة على إنه يخلط الكوميديا بالأكشن، وده اللي ظهر في سلسلة مين إن بلاك، واللي خدت إيرادات ضخمة، وكملت بآي روبوت وأم ليجند، واللي رغم إنها أفلام خيال علمي إلا إن الأداء الدرامي بتاعه كان مميز جدا. لكن الأكثر تأثيرا كان فيلم The Pursuit of Happiness اللي بسببه اترشح للأوسكار لأول مرة، والدور كان مؤثر لدرجة إنه في مشهد الحمام ويل كان بيعيط بجد عشان فكرته كانت مستوحاة من جزء حقيقي من حياته لما كان مفلس. وأخيرا بعد سنين من الترشح قدر ياخد الأوسكار سنة 2022 عن فيلم كينج ريتشارد، واللي لعب في دور والد فينيوس وسرينا ويليامز، واللي أكد فيه إنه مش مجرد نجم أكشن لكنه ممثل دراما من الطراز الرفيع. وسط فرحة الأوسكار حصلت حاجة ما كانش حد يتوقعها، لما ويل سميث صفع كريس روك على وشه على المسرح بسبب نكتة عن مراته، واللحظة دي قلبت السوشيال ميديا والعالم كله. بعدها اعتذر ويل سميث على اللي عمله، وقال إنه كان بيدافع عن مراته لأنها كانت بتعاني من مرض تسبب لها فقدان شعرها، وده كان سبب رد فعله العنيف. الطريف ان بعد الصفعة الأكاديمية قررت تمنع ويل سميث من حضور حفلات الأوسكار لمدة 10 سنين، ودي حاجة أول مرة تحصل مع نجم بالحجم ده. حقائق سريعة عن ويل سميث. أول حاجة، رفض أدوار ضخمة. ويل سميث رفض دور نيو في فيلم ذا ماتريكس، والدور راح لكيانو ريفز، وقال بعدها انه ندم جدا على القرار ده. تاني حاجة، الخوف من المرتفعات. رغم مشاهد الأكشن الكتير ويل سميث عنده فوبيا من المرتفعات، ومرة اضطر ياخد جلسات علاج نفسي علشان يقدر يصور مشهد القفز من الطيارة في فيلم باد بويز فور لايف. ثروة خيالية، ثروته وصلت لأكتر من 350 مليون دولار، وده خلى مجلة فوربس تصنفه كواحد من أغنى نجوم هوليوود، وبيتقال إنه بيطلب 20 مليون دولار في الفيلم الواحد. رابع حاجة، محبوش في المدرسة. ويل سميث كان بيتريق عليه في المدرسة بسبب ودانه الكبيرة، وكان دايما بيحاول يبقى خفيف الظل علشان الناس تحبه، وده خلاه يبدأ يميل للكوميديا. والمعروف بأعماله الخيرية، وبيتبرع بملايين الدولارات لمؤسسات بتهتم بالأطفال والفقراء، ومرة دفع مصاريف جامعة كاملة لشاب كان موهوب لكن معهوش فلوس يكمل دراسته. وكمان عنده مؤسسة خيرية مع مراته جدة بيدعموا بيها التعليم ومكافحة الفقر في أمريكا وأفريقيا، وبيتبرع بجزء كبير من أرباحه سنويا ليها. والمعروف بتواضعه، ودايما بيتصور مع معجبينه، ومرة دفع وجبة لمجموعة شباب كانوا قاعدين في مطعم وما صدقوش انه دفع الحساب بجد، وطلع بنفسه علشان يتصور معاهم. دي كانت حكاية ويل سميث، النجم اللي قدر يخلينا نضحك ونعيط في نفس الوقت، واللي اثبت ان النجاح محتاج اصرار وتحدي حتى لو عملت غلطة كبيرة زي صفعة الاوسكار. ايه اكتر دور حبيته لويل سميث؟ شاركنا في التعليقات، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. اشوفكم الحلقة الجاية.